برحب فيكم عن جديد مشاهدينا بفقرتنا لليلة بآخر حلقة للعام 2014، وهذه الفقرة المثيرة للجدل لناحية ارتفاع نسب قتل الأزواج لزوجاتهن بلحظة بتكون يعني مأساوية. بقرر الزوج وضع حد لحياة سيدة وضع بإيدها ذات يوم خاتم الأبدية، ولكن متغيرات الأحداث وطبيعة العلاقة وصلت فيهم إلى مرحلة أو إلى حالة قرر القضاء على حياتها. وفي حالات أخرى قتل الزوج نفسه، انتحر من بعد ما قتل زوجته. هناك حالات الأب قتل بنته، الخال قتل بنت أخته، وإخوة قتلوا إخوتهم. ولكن العام 2014 كان يعني مثير لناحية نسب جرائم قتل الأزواج لزوجاتهن. رح نتوقف مع ريبورتاج منلخص مشهد الحزن والبكاء وفراق الأحبة لبناتهم من بعد ما قتلوا بهذه الطريقة الشنيعة. خلينا نشوف الريبورتاج سوا. وانا اشتقت كثير لأمين وخلص بقى. انا بحبك كثير يا ماما. هو خرب بيته، يتم اولاده، روح مرته، حرق لي قلبي، دمرني، قعدني بالجيبي. مثل ما قتل بنتنا بدنا نقتله، مثل ما قوصت 3 رصاصات بعينه وبصدرها، نحن هيك بدنا. إذا في عداوة بلبنان المفروض تشرقوا، إذا في عنا عداوة. اسمحوا لي مشاهدينا رحب بضيفنا اللي انضم لنا ضمن هذه الفقره، الاختصاصي بعلم النفس العيادي دكتور نبيل خوري. مساء الخير. مساء النور. اهلا. ميلاد مجيد بدي اقول لك، وكمان بدي اتمنى لك سنه حلوه ومليئه بالنجاحات وبالصحه والعافيه. إلنا ولك ولمشاهدينا. دكتور نبيل، يعني الملفت خلال العام 2014 ارتفاع حصيله ضحايا العنف الاسري، زوجات قتلنا على يد أزواجهن. كانت النسب يعني كتير عالية مقارنة مع سنوات تانية، والمثير للجدل أنه الطريقة اللي أدت إلى وفاة الزوجة كانت عنيفة، تحولت إلى قضية رأي عام. ليه برأيك العلاقة بين رجل وامرأة تنتهي بجريمة بشعة مثل الجرائم اللي شفناها خلال العام؟ هلا، مؤسسة الزواج لا تقوم على أسس واضحة المعالم بالنسبة لأحد الطرفين أو للطرفين معا، بيكونوا تعرفوا على بعضهم بالمرائس أو بالمرابع الليلية أو بالملاجئ أثناء القصف، أو صار في إشكالية معينة على مستوى العائلتين، والحب أعمى مثل ما بتعرف. يعني الأسس الأساسية التي تربط الزوج بالزوجة أو الرجل بالمرأة لم تكن مراعاة
ممكن يكون عنده مركبات نقص وعقد نفسية من فترة الطفولة، يمكن ما بيقدر ينسجم مع مرأة بتقدر تمارس دور تواصلي معه انطلاقا من قاعدة التساوي، ما بس بيريد. علم النفس هيك بيحكم انه اي اثنين بيكونوا مزوجين طرف قتل الثاني، اذا الرجال قتل مرته او مرته قتلت زوجها بيكونوا معرفين على بعض بمرائس او بحالات بقول احتمال او عنده عقد وظهرت بعد الزواج. هذا هو عم بقول لك الاحتمالات، يعني انه يا بيكون تعرفوا بطريقه عشوائيه، ارتجلوا عمليه الزواج واللقاء، تسرعوا شوي باخذ القرارات، ما فهموا بعضهم مثل ما هو لازم، ما بنوا اسس سليمه للتعاون والتفاهم، الى جانب العقد النفسي ومركبات النقص والمشاكل من الطفوله اللي بتعطي كمان منحى اخر بالمراهقه، ومن بعد المراهقه ان نظرته الى المراه كوابته الإنسانية والعاطفية، نعم. وتراكمات بعض الأمور التي تجلت بخلال العمل الزوجي وأصبحت قائمة على مبدأ النقاش الدائم، سلاطة اللسان اللي بتواكبها، والتهجم المضاد إلى ما هناك، ولكن الجريمة تبقى جريمة. يعني دكتور نبيل، ما فينا نقول ولا مرة من خلال يمكن الحالات اللي حضرتك عاينتها أو شفتها أو من خلال مشاهدتك كمواطن لمثل هذه الحالات عبر التلفزيون، أنه ولا قصة حب حقيقية مبنية على أركان صح وأساسية انتهت بجريمة قتل؟ على أن نتفق على تحديد كلمة حب. هذه مثل الارهاب الدولي، لحد هلا ما اتفقنا على تحديدها. شو يعني حب دخلك؟ هذا هو الحب قد يكون بمنظار البعض استنفار لهوامات جنسيه اشتهائيه عاطفيه تفاعليه مع الشخص الاخر من الجنس الاخر او من الجنس نفسه، وبالتالي بيكون عنده الانسان حاجه معينه للتفاعل مع هذا الشخص يقولبها بقالب ديني. نعم. بيشرع العمل الزوجي أو بقالب قانوني إذا اعتمد الزواج المدني، ولكن هذه ثبت بمرور الزمن أنها غير كافية. قد يكون هناك مفهوم معين للحب بعلم النفس، بيقولوا الحب هو اختلاط مشاعر متعددة إيجابية تجاه شخص يضفي مسحة من السؤدد والطمأنينة على علاقتنا معه. حلو. يشعرنا بشيء من الراحة عندما نكون معه، نشتاق إليه في غيابه، نفتقد لذكراه عندما يكون بعيدا عنا، نسمع صوته فنرتاح، نراه فنرتاح أكثر. وبالمقابل هناك احترام لقناعاته، لرأيه، لأسلوبه، لمكانته في حياتنا، إلى جانب الاشتهاء الجسدي الذي يكون محطة من محطات تطور هذه العلاقة إلى مرامي أخرى منها الزواج. بس إذا اثنين بيحبوا بعض بعد قد ايه بيكون حب حقيقي؟ يعني قد ايه بدها تكون العلاقة؟ ولا أنت بتآمن بالحب من النظرة الأولى؟ في يمكن بنات إنه بيعتبروا إذا الشاب يمكن قال لها بحبك بعد فترة قصيرة بتهرب، بتخاف، بتفكر إنه هذا الحب مش حقيقي، ولا لازم يكون في فترة معينة؟ هل علم النفس بيقول إنه بعد 6 أشهر مثلا إنه إذا الشاب قال لها بحبك أو بموت إذا أنت ما كنت حدة أو بموت فيك، يعني هذا حب حقيقي؟ ولا في يقولوا من بعد فترة صغيرة إذا كانت بتتطلب كل المعايير اللي حكيت عنها؟ هيدي وجدانيات ما لازم تتوقف عند البنت إطلاقا، ومع حق ما تصدق من بعد نظرة وحدة أو تطليعة وحدة أو لقاء واحد أو ظهرة وحدة أنا ما في يعيش بلاكي. هي وجدانيات تنطوي على طوابع كاذبة. ما لازم تتأثر البنت بالكلام المعسول. الكلام المعسول هو وسيلة لاستمالة الآخر إلى دنيا أخرى غير الدنيا اللي هي حطتها ببالها. بدها تاخذ وقتها، بدها تتفاعل مع الإنسان بطريقة إيجابية، تدرس نفسيته، شخصيته، كينونته الذاتية، ثقافته الاجتماعية، ثقافته الأكاديمية، بس مش تهرب كمان، يعني انتمائه العائلي. تهرب إذا صار في تسرع. إذا في تسرع. أنا مش ضد الكلام المعسول إذا قال لها أنا بحبك ومشتاق لك وما في يعيش بلاكي وكذا، ولكن مش بعد جلسة أو جلستين، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، يعني حتى النزار الصمت من مراحل يعني. نعم. لحتى نعمل لقاء ومن خلال هاللقاء نبني. بعدين في شيء اسمه كاونتر بالانسينج او وينج بالسيكولوجي، بحط هالميلي بحط هالميلي، كفة الحسنات وكفة السيئات بمنظاري، لأنه كلمة حسنات وسيئات هي كلمة نسبية أيضا، كلمتين نسبيتين. إذا في حسنات من النوع اللي أنا بطلبها بهالشخص الموجود قبالتي،
أغلى وأكثر وأكثر غزارة من السيئات، أنا ذاك يمكنني أن أحسم خياري، أو على الأقل يعني التهرب مش حل دكتور نبيل؟ لا أكيد لا، المواجهة تهرب خطيئة ودرس الموضوع، صح، والتأكد من المشاعر إذا كانت حقيقية ولا كاذبة. اكزاكتلي، لأنه يمكن يكون فوتت على حالها فرصة ذهبية. نعم. دكتور نبيل، إذا بدي فوت إلى العلاقة الزوجية انطلاقا من حالات الجرائم اللي صارت بالعام 2014، كيف اثنين بيتزوجوا بيلبسوا خاتم الأبدية مثل ما بيقولوا، أو بيدخلوا إلى القفص الزوجي والقفص الذهبي، وبعدين بيصير في هالقد تباعد، ما عندهم حوار، ما في حل وسط، والعنف هو الحل، إنهاء حياتك أو إنهاء حياتك، لأنه ما بدي إياك تكوني مع حدا تاني، أو الكلام اللي بنعرفه. ليش بيصير في جريمة قتل عند الكابل؟ يعني حدا منهم بيقتل الثاني برأيك بعلم النفس، ليه؟ لأنه أسس الحب لم تكن كافية، كان هناك وهم اسمه الحب، ما كان حب فعلي. وحتى في بعض يعني دراسات علم النفس تقول بأن الحب الجارف قد يتحول بين ليلة وضحاها إلى كراهية جارفة بمجرد أنه يستنتج أو يستخلص أو يتخيل الرجل سلوكيات عند المرأة، يستنبط، يستنتج أو يستخلص أو يتخيل، يعني انه بتخيل انه عم تحكي مع شخص ثاني، او انه رجع للاكس تبعه، واذا رجع لوضع نفسي بيعيشه الرجل يقرب الى البارانويا، يعني مثلا عقدة الاضطهاد وعقدة الشك المرضي بيأذي اكثر بكثير من حتى الاكتئاب. وبالتالي بتصير الحياة الزوجية عبارة عن مقارعة دائمة حول موضوع اثبتي لي وين رحتي وشو عملتي وين حكيتي، واذا كانت بمطعم او على الطاوله عند امها بالبيت صوري لي الطاوله، هلا بوجود الواتساب صوري لي الطاوله وفرجيني مين كان معك على الطاوله وبرمي لي الفيديو وابعتي لي اياه، وشو بأكد لي ما محيتي جزء منه كذا، يعني ما بتخلص على الميلتين. هذا مريض. اوكي صح. المريض ممكن انه باي لحظه من اللحظات تفلت من ايده الشغله. بس الليله عم تحكي عن المرض بس عند الرجال، بعد ما شفتك حكيت عن هوس النساء او البارانويا، عقدة يعني الاضطهاد عند النساء، لانه بالسنتين ثلاثه هي موجوده من 20 سنه، بس هلا طلعت على الاعلام. طول عمره نصير في جرائم قتل، في جرائم عار بتضيع، في وقت فتيات اثناء الولاده وكذا. نعم. لانه لسوء الحظ الموضوع العنف الأسري مش عم بيكون انه قليل كتير كتير كتير، نادر كتير انك تشوف مرة قتلت جوزها. بينما بتلاقي بكميات هائلة رجال بيسمح لنفسه في العالم الذكوري انه يوصل لمرتبة يطرقها بآلة حادة على راسه. بس شهدنا بلبنان المرة اللي قطعت جوزها بمساعدة ابنها كمان وكبته بأكياس النفايات، وقبلها اللي دفنته بالجنينة او على المصطبة عنده بالبيت. حالتين او ثلاثة بال40 سنة الماضية، يعني بينما عندنا فوق ال 15 حالة سنة 2014 يمكن 2013. الرادع النفسي عند رجال بيفكروا كانوا يتخلصوا من زوجاتهم، ولكن جريمة غيرهم سبقتهم، وعم يحضروا على الأخبار أنه رجل قتل زوجته. شفنا أنه في جريمة صارت بيوم المدافع عن حقوق المرأة مؤخرا. صحيح. ما بتشكل رادع أنه يتوقف التفكير أنه يقتلها، ولا بالعكس أنه بتزيد حب تحقيق العنف والجرم عنده؟ هلا بالكريمنال سايكولوجي بيقولوا لك انه اللي بيقدم على فعل اجرامي عن سابق تصور وتصميم بيبقى حاسب حساب خط الراجعه ووسيله الهروب. طبعا يمكن يعتبر بلا وعيه بقرارة نفسه انه هذا اللي انلقط بعمليه قتل مرته غبي، انا ما راح اكون غبي وراح اتحاشى إمكانية إنه القانون يربطني بالجريمة، يركبها على جنيناتي أو ركبها على حدا قاطع بالشارع أو حولها لعملية سرقة وسرق الخزنة ونزلها على جنيني مثلا، أصلا من هالنوع. بفكر إنه في تحدي لذكائه، وبالتالي يمكن هالشي يكون محفز لإله. الشيء الرادع الوحيد هو إنه ما حدا يزمت من فعلته والكل يتعاقبوا، ولا يطلع بسنة كفالة ولا يطلع بسنة، ونعرف شو القرار الزني، يطلع في قرار زني ما تموت العملية بمرور الزمن، ونصير بدنا نضطر نتكل على الإعلام، ونصير بدنا نضطر نبرر ما حدث. هلا طبعا القانون الجزائي واضح، أصول المحاكمات واضحة، يعني لازم يكون في شيء يوجه إعلاميا لطمأنة الناس ولحماية الأشخاص من العنف الأسري. في يعني برأيك القضاء
والقرار الظني ومعرفة شو صار بالمحاكمة صحيح. ومعاقبة المجرم بتؤدي إلى انخفاض هذه النسب من النوع من الجرائم؟ لا يردع المتحرش الجنسي إلا عقاب متحرش جنسي آخر، لا يردع المجرم إلا لكن بيعتدي على مرته بالضرب. إذا حبستوه كم شهر في غيره بيتردد قبل ما يسفق مرته ضرب بآلة حادة لو ما ماتت يعني. ليش بدنا ننطر يصير في جريمة ونروح الكاميرات ونصور الدم؟ نركض وبنروح بنصور الدم وبنستنكر وبنصور النسوان عم تبكي على بناتها. بنخلي يكون في روادع قبل لحتى هالشخص يعرف حاله انه خائف، لانه في قانون بده يطاله اذا مش اليوم بكره، واذا مش بعد بكره بعد سنتين او بعد 5 سنين. ما يفتش على ثغرات او يلجا لجهبوز من جهابزه القانون اللي بيدعوا انهم بيلووا القانون وبيتعجوه مثل ما بدهم وبمرقوا التمرير بده اياه. بيطلعك على تقنيه سخيفه بيخترعها هو بالاتفاق مع من يعنيه الامر، وبيثبت الوضع على اساس انه نحن زبطناها. غيره اللي عم بيفكر بالاقدام على عمل مماثل بيقول ما زالوا تزبطت معه بتتزبط معي، وبالتالي عم تحفزه. دكتور نبيل، هل بالعام 2014 بما شهدوا من أحداث دموية وتفجيرات إرهابية وذبح من قبل التكفيريين وداعش وجبهة النصرة، يعني هل كل هالمشاهد الإجرامية برأيك بعلم النفس عززت حب الإجرام عند الزوج لقتل زوجته، أم هذه موجودة يعني ظاهرة منذ الأبدية؟ موجودة من قبل، يعني مش بحاجة يتفرجوا على وحوش التكفير عم يذبحوا الناس وعم بيقتلوا نسوان وأطفال وعم يغتصبوا وعم يسبوا ويقلبوها بقالب ديني كما يفهمونه. النزعة الجرمية موجودة عند كل إنسان، هي تقوم أصلا على غريزة البقاء، يعني مفهوم حيواني غرائزي، وتردعها المعادلات السماوية والأفكار الدينية والخلقيات اللي ننهلها من أهلنا والتعليم والثقافة والأكاديميات المدرسية. ولكن تسهيل العملية وتطبيع العلاقة مع الجريمة وتصويرها وكأن شغلة رائجة بكميات هائلة، أنه زراع 300,000 قتيل، وين المشكلة إذا راحت مرته بظهر البيعة؟ يعني أنه إذا تطبيع العلاقة مع الفكر الجرمي يجعل الإنسان ضعيف البنية أمام مغريات إلغاء حياة الآخر. صح. وبالتالي لحظة انفعال، وهون بدنا نحكي عنها ضروري، لحظة الانفعال، لأنه الإنسان يفقد القدرة على ضبط حوافزه والسيطرة على ردات فعل، تسقط الروادع، وبالتالي يقدم على عمله حتى بدون تقدير عواقب، وكثيرا ما يندم لاحقا. ذكرت حضرتك بالريبورتاج الأول أنه في واحد انتحر بعد ما قتل لأنه هذا وعي. هلا كمان بدنا نلحظ فكرة المرض النفسي اللي عنده انفصام شخصية، اللي عنده حالة سكيزويد بارانويد ديس اوردر، يعني حالة ارتيابي، شك ارتيابي مصحوبة بانفصام شخصية. هذا يقدم على أعمال مش بإدراك، يعني ما بيعرف أنه اللي عم يعمله قد يكون مؤذي، مثل جريمة راس النبع بالزمانيات اللي قتل خياته الستة وأمه وبيه وتأخر زمط من العملية. كل هالأمور هيدي المرض يجب أن يلحظ. من هون أنا بقترح إلى جانب فحص السيدا والسفلس واللوكوري والجونوري وما عارف شو، الجونوري مش اللوكوري عند الرجال، قبل ما نفوت بمرحلة الزواج، فحص نفسي، الروائز. واليوم بختام هالفقرة النصيحة للصبايا أنه يعني يعرفوا مين يحبوا ومين الشخص اللي يختاروه يعني الدخول إلى الحياة الزوجية، وما يتسرعوا، وفعلا يكون في حب حقيقي بالمعايير الحقيقية. صحيح. للحب، يعني ما يكون الزواج بأي ثمن، يعني مش ضروري يعني تفوتي بمعادلة تؤدي لجريمة قتل بعدين درسي. شكرا لك دكتور نبيل خوري، دايما بتنورنا، وشكرا لكل معلوماتك القيمة. كمان برجع نجيب بتمنى لك سنة مقبلة مليئة بالنجاحات وبنعمة الصحة والعافية، وانت زيد تألقك وازدهارك ونجاح هالبرنامج المميز الذي خرج على المألوف في السفسطة والفلسفة الفارغة إلى طرح الموضوع بموضوعية فعلية وبعلمية. شكرا لشهادتك دكتور نبيل. بيبقى بنقول لمشاهدينا رح نتوقف مع تاني بريك إعلاني، أيضا نتابع فقراتنا المثيرة للجدل الليلي. خليكم معنا.